أردت أن تهدأ الأمور قليلا بعد نهاية كلاسيكو الدوري الإسباني الذي جمع بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة 35 من الليغا الإسبانية، والذي انتهى لصالح برشلونة ب4 أهداف ل3، حيث سجل أهداف المباراة لصالح نادي برشلونة هدفين لرافينيا، وهدف لغارسيا، وهدف لامين يامال. أما فيما يخص أهداف نادي ريال مدريد، سجلها الفرنسي كيليان مبابي. لما نخوض في غمار مجريات اللعب، نجد بأنه الربع ساعة الأول منذ بداية المباراة كان برشلونة مسيطر، بالرغم من أن نادي ريال مدريد قد سجل هدفين في أول ربع ساعة، وذلك ما جعل كل عشاق ريال مدريد يغترون ويقولون أن المباراة انتهت. لكن هانز فليك ورفقاء لامين يامال كان لهم رأي آخر، وقلبوا مجريات اللعب لصالحهم في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأول، وأنهوا الشوط الأول متفوقين ب4 أهداف لاثنين. والدليل على ذلك بأن معدل الاستحواذ في المباراة بالنسبة لنادي برشلونة فاق 70%، وكما تحصل نادي برشلونة خلال المباراة على ما يقدر ب 12 ركنية، فيما تحصل نادي ريال مدريد على 4 ركنيات. وهذا ما يدل على التفوق الكبير الذي تفوقه نادي برشلونة على نادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد فيما يخص أحسن اللاعبين الذين كانوا في المباراة، كان لامين يامال من خلال مراوغاته وعرضياته التي لم يحسن استغلالها لاعبي نادي برشلونة. أيضا اللاعب رافينيا، اللاعب البرازيلي، الذي يظهر هذا الموسم وجه مغاير على الذي ظهر فيه الموسم اللي فات، وهو الذي كان له فضل كبير في الفوز. أيضا اللاعب الحارس تشيزني، وبالرغم من أنه تلقى 3 أهداف لكنه أخرج كرات عديدة. هذا فيما يخص اللاعبين الأفضل في نادي برشلونة. الآن نمر إلى اللاعبين الأفضل في نادي ريال مدريد، واللاعبان واضحان هم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، واللاعب كيليان مبابي الذي سجل هاتريك الذي جعله هدافا للا ليغا الإسبانية برصيد 26 هدف. الآن نمر بكم إلى أرقام أخرى، حيث أصبح المدرب الألماني هانز فليك أو ثاني مدرب في تاريخ الكلاسيكو يحقق الانتصار في 4 كلاسيكوات متتالية بعد أن فعلها الفيلسوف بيب غوارديولا سنة 2009. ويفعلها هانز فليك في 2025. هذا كان فيما يخص الأرقام هذه. الآن نمر إلى الحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة. الحالة التحكيمية الأولى هي حالة فرانكي دي يونغ، قائد نادي برشلونة واللاعب الهولندي، التي كانت في كرة الهدف الثاني بالنسبة لبرشلونة. هذا كان هدف. هذا كان من المقرر أنه يلغى الهدف، بداعي لمسة اليد، لكن الحكم عاد ولم يحتسب ضربة الجزاء التي كانت واضحة لكل متتبعي المباراة في كرة تشواميني. أما فيما يخص الهدف الخامس الذي سجله فيرمي لوبيز، هذا هدف كانت لمسة يد على فيرمي لوبيز، ولذلك ألغي الهدف. فيما الآن نمر بكم إلى أخبار نادي ريال مدريد. أعلن الاتحاد البرازيلي تعيين المدربة الإيطالية
عن طريق كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل انطلاقا من المباراتين القادمتين في تصفية كأس العالم، ليغادر كارلو أنشيلوتي نادي ريال مدريد مخلفا وراءه تاريخا كبيرا، محققا أربعة دوري أبطال كأكثر مدرب حقق دوري أبطال في تاريخ دوري الأبطال. أيضا كشفت عدة تقارير صحفية بأن المدرب سانتياغو سولاري هو من سيقود الفريق في كأس العالم للأندية، وأن تشافي ألونسو يرفض العمل مع الحرس القديم مثل باسكيس ومودريتش وغيرهم، ويفضل المجيء بعد نهاية كأس العالم للأندية. وفي الأخير تقبلوا تحياتي، كان معكم سيد محمد الإسلام، إلى الملتقى إن شاء الله.